شلونك سيد؟ نعم نعم سمعك. الصوت الله واضح؟ يسلمك الله يحفظك. أنا ما أعرف وش صار. واضح واضح. إيه زين، وش بيك قطعت الخط؟ أنت عندك لا لا مشكلة مو انا بالاتصال؟ قطعت. من عندي ممكن الشبكة مالت بوليفيا هاي الشبكة ضعيفة. عندي يعني ممكن عندي يعني ضعيفة. اي ضعيفة. ايه المهم جزاك الله خير. اي فهاي يعني والله ما اعرف، انا هاي متردد الله يسلمك. هاي في موضوع المتعة. فاني والله شوف، الامام علي عليه السلام ما اعرف، هو يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية. انا لا تسمح لي بجواب، لا تسمح لي بجواب. اسمع. انت هذا الوهابي وين وياك بالمحل؟ هاي وياي، لا هاي بالعمل وأنا ما استطيع اقول له شيء. بالعمل انت الجنة. ها؟ شنو عملك؟ انا اشتغل مهندس شبكات. عملك شنو؟ مهندس شبكات اتصال. اي هذا الصراحة تجنبه، حاول تبتعد عنه. ليش يحرفك عن دينك ويحرفك هذا؟ انا سلام شيء مسيحي يأثر علي، يهودي يأثر علي، طبعا الكلام هم له تأثير الكلام. صح. فتجنب هذا الانسان، انت مبين انسان مؤمن، لا تخليه يحرفك عن طريقك وعن دينك ويخليك الشك بدينك. فتجد عمرك، ما قلت عمرك جد. انا عمري يعني ما شاء الله بدخل بال31 ان شاء الله. اي فهذا الصراحة الجنة لا تخلي اثر عليك هذا. زين سيد، تجي الكويت ان شاء الله تزورنا بالكويت، هسه تقعد مع هاي الوهابي انت تناقشه وكذا، انت تفهم اكثر منه. والله الصراحة ما عندي. ولك والله وناسه سيد. ابو جواد ظرفنا صعب واحنا. تعال الكويت والله وناسه الكويت. ظرفنا صعب وما قاعد ببيت ايجار. الله يعينك. انا الظرف صعب، قاعد ببيت على بركبتي. الله يعينك. على بركبتي انا ظرفي كله صعب. انا يا ريت انت باب المساعدة انا اجيك ان شاء الله، تتقدم باب المساعدة اجي ان شاء الله في الكويت. ان شاء الله ما احنا ظرفنا كله صعب بالعراق. سيد الزين سيد احنا سيد شلون؟ أنا ما دفعت 5 سنوات، يصير أدفع لك أنت الخمس سيد؟ اي يصير أدفع والله بعد براحتك كيفك. اذا تدفع زين اذا تدفع خمس بعد انت مثل ما يقولوا انت اديت الواجب اللي عليك. واجبك اديت ان شاء الله اللي عليك انت. اي ومبرية ان شاء الله بنتك، حتى بنتك مبرية. زين سيد، أنا 5 سنوات مدافع خمس، يصير أجمعهم مع بعض وأنطيك؟ أنا ما شاء الله راتبي الشهري 1400 نعم كويتي. 1400 دينار كويتي ما شاء الله يعني. وعندي الله يزيده بالخير، الله يزيده عليك ان شاء الله بالخير. مشكور سيد، بارك الله فيك. الله يزيده بالخير عليك اجمعين. بعد الصوت تعبان عندك سيد، الصوت تعبان عندك، تسمعني زين؟ ايه سيد، تعرف شلون الحسبة؟ انت اذا قلت لك هاي اجمعهم 5 سنين، شلون تجمعها انت؟ ما اعرف اني ما قد راتبك انت؟ راتبي 1450 دينار كويتي. 1400 بعد. انت شوف الخوف انت يعني هذا قد يزيد من عندهم، قد يزيد كل شهر 1450 دينار.
يعني انت يعني هم يزيد يصير عندك زايد فارغ يصير عندك كل شهر؟ والله اخلصهم سيد، اني والله اصرف ما شاء الله علي، يعني ما اخلي شيء ما اجيبه، اصرف، احب اصرف. فلما يجي وقت الخمس يصير ما عندي شيء. انت ايه مو هذا مطلب يقول حتى مصرف كان يصير عليه. ما والله ما سيد، اذا يصير اخذ قرض واعطيك، ما اعرف، ادفع يعني اخذ قرض واعطيك الخمس منه. سيد ما كيفك تصير عاد اللي تسوي هذا بكيفك. زين كم قيمتها الخمس مالتي على 1005 سنوات اساعدك فيهم؟ مو ما ادري يعني تقريبا انت الخمس الالف يطلع منه 200. ايه 200 الالف 1000 دينار، 200 دينار، كل الف 200. يحسبها خمس يصير هذا خمس، يعني 5 اقسام وطلع لك قسم. والله يعني تقريبا 15000. اي لا هي مو 15. احسب يعني قسط مثلا شغلاتك، هاي مستشفى يا 5 سنين رحت المستشفى انت لو لا؟ طبيت مستشفى؟ ايه رحت المستشفى وسويت عملية لحمية، كان عندي لحمية وسويت. نعم اي بعد شوف شنو انت هاي 5 سنين شنو عندك انت من خاصيات انت كلها سقطها، مختصات الك. يعني مثلا ناكلك نشرب تقدير يعني قدره كل هذا سقط. والله سيد اني بصراحة والله ما اعرف كيف اطلع. يعني انت تقدر هسه مثلا بعدين حتى يعني عمارة قول 5000 هم سقطها. حتى عمارة الوالدة يعني مو بخمسها والله سيد، ما اعرف. قول 5. اذا هيك والله تجارة اولى من غيرك. تجارة انت اولى من غيرك. ايه عندها عمارة تطلع لها بالشهر 12000 دينار الوالدة الله يحفظها، وهي بعد هي كذا عليها خمس تجارة هاي، وهي ما تخمس، الوالدة ما تخمس بعد. هي تقول هاي الخمس هاي احس انه حتى انا ليش ما خمس من الوالدة ما تساني ما خمس معها، ولا يعني ما احب. لا ما لك علاقة بوالدتك، ما لك علاقة. انت الله يحفظك ابو جواد، انت شاب مؤمن ملتزم، عمرك 30 اكثر من 30 سنة، الخمس هذا هم واجب عليك. هاي انا اقول لي هيك بعد. والله يبارك باموالك، يبارك الله يجزاك خير سيد. الله يجزاك خير سيد. زي السيد الحين يعني الحين في موضوع ثاني اريد اسألك عنه. نعم. ايه اني اشتريت تلفزيون 50 بوصة. هاي التلفزيون اخذته ب 780 دينار ايه. بيتي. وما هو انا قل ابو جواد ما قصدك انت 5 سنين. نعم ابو جواد اسمح لي. التلفزيون نشتري بيتك تتباوع له ثلاجة سيارة خاصة إليك، هذا ما عليهم خمس، هذا من بيتك خواص. بس أنا ما استخدمته خاصيات هذا ما عليهم خمس. سنة كاملة ما استخدمته، شريته وما استخدمته. ما مستخدمه هنا لازم بعد لازم تخمس إذا ما تستخدمه. لازم أخمس. اي نعم. لازم تخمسن مثلا اذا يزيدين عن المؤنة لازم تخمسن. اي زين. الحين يعني شلون على الخمس مال 5 سنوات هذا شلون الطريقة سيد؟ قلت لك انت 5 سنين هاي تكون فقط وتحسب يعني كل شهر انا راتب لا شيء مستعمل نشتري شيء حاجة
انا راتبي الشهري يعني انت كل زين شهر اشيل مصروفك اليومي 200. زين مصروفك اليومي. مصرفي اليومي يعني باليوم 20 دينار 30 دينار. اي هذا اللي سقطه، هذا اما ساقط عن ما عليه خمس. يعني ادفع خمس تقريبا بالشهر الواحد. اي هذا اللي ساقط. اي شلون الطريقة سيد؟ هذا اللي قلت لك 5 سنين تحسب هذا مصروفك اليومي. مصروفك اليوم سقط، مصروفك اليوم هذا مال 5 سنين سقط عندك. حلو. وقد اليوم قد تصرف كنت تحسب تقدير عنه. حسب هذا تقسيم سقط. بعد شنو نشتري هاي جلديتك؟ تشتري مين جلديتك؟ والله شريت كل شيء، حتى يعني وانت بكرامة حيوانات اشتري احط بالبيت حيوانات. يعني اخر مرة اي وقال لي هم شلون تسقط لاني يعني سيد اخر مرة رحت والشيء يجي عندك هو هذا تكرم شريت كلب ب 780 دينار. ما عليه خمس الكلب ولا؟ اي طبعا هذا بعد انا مشتري شركة بعد الاموال فلوس الاعتياد احنا مو على الحيوان، على الفلوس اللي صارتها زي تبغى شنو الحراسه شنو مقبل له التربيه. احب الكلاب سيدنا، انا احب يعني لان لا زين حاجه ما متزوج. والله ما احس ما في وحده تستاهلني سيد بصراحه، يعني احس ما في وحده تستاهلني، فقررت اني ما اتزوج. ليش؟ ما ادري، انا انظر لنفسي ان ماكو وحده تستاهلني. مهندس